الفسيخ سبب وفاة والد سيمون، قصة صادمة ترويها بنفسها. أعاد الإعلامي عمرو الليثي نشر مقطع فيديو عن لقاء سابق جمعه بالفنانة سيمون قبل عامين عبر فيسبوك، وعلق عليه قائلا: الفسيخ أنهى حياته. الفنانة سيمون تنهار من البكاء والسبب والدها، في إشارة إلى اللحظة المؤثرة التي تحدثت فيها عن وفاة والدها. وخلال ظهورها مع الإعلام عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، أوضحت الفنانة سيمون أن وفاة والدها كانت مفاجأة رغم تمتعه بصحة جيدة وحرصه الدائم على الاهتمام بصحته. وأضافت أن والدها رحل سنة 91 بعد تعرضه لتسمم نتيجة تناوله الفسيخ، وهو ما شكل صدمة كبيرة لها ولأسرتها. وكشف المقطع مدى تأثر الفنانة سيمون، حيث لم تتمالك نفسها وانخرطت في البكاء أثناء استعادتها للتفاصيل اللحظة المؤلمة المتعلقة بوفاة والدها. ويذكر أن الفنانة سيمون شاركت مؤخرا في مسلسل نون النسوة الذي عرض في موسم رمضان 2026، وهو عمل درامي اجتماعي مصري. شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم مي كساب وهبة مجدي وندى موسى ومحمود الليثي وأحمد الرافعي ومحمد جمعة وجوري بكر وأحمد فهيم.